هو الحجاب مهم بجد؟ يعني لازم البسه؟ اصل الجو حر وانا لسه صغيرة، ليه اخنق نفسي بالحجاب؟ سؤال بتقوله بعض البنات، وانا هنا اقولك تلبسي الحجاب ليه؟ تلبسي الحجاب لان ربك اللي بتحبيه امرك بيه وقال: ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. امر مباشر صريح بلبس الحجاب. فاول حاجة بتخسريها لو ما لبستيش الحجاب محبة ربنا، لان اكتر عبادة ربنا يحبك تعمليها هي اللي فرضها عليكي، واللي منها الحجاب. تلبسي الحجاب ليه كمان؟ تلبسي الحجاب كمان عشان لما تقابلي النبي عليه الصلاة والسلام اللي وصى عليكي في آخر لحظات قبل موته، فتقابليه يوم القيامة وتقولي له: أنا كنت قد المسؤولية، أنا التزمت بحجابي في وقت كان صعب عليا وكنت غريبة في وسط أصحابي، عملا بوصيتك يا رسول الله فلا تسودوا وجهي. تلبسي الحجاب عشان كل خطوة تمشيها في الشارع تكون في ميزان حسناتك، أصلك ساعدت شباب كتير يغضوا بصرهم عنك، كل دول في عداد حسناتك. مش بس كده، ده كمان بنات كتير اتشجعوا ولبسوا الحجاب زيك كلهم، وكل بنت قلدتهم في ميزان حسناتك. وبنات تانية كانت عاوزة تقلعوا وسبتت لما اتحجبتي. خدي كل الكلام ده بقى واعكسيه لو مش لابسة حجاب او لابسة وعاوزة تخلعيه. ايوه انا سامع الانسه اللي هناك اللي بتقول بس الحجاب مش كل حاجه يعني، وانا اخلاقي كويسه وبعمل خير كتير ما جاتش على الحجاب يعني، وبعدين ما في محجبات كتير اخلاقهم سوري يعني في اللفظ اندر زيرو. وهنا بقولك يا ست الكل عندك حق، في محجبات اخلاقهم مش تمام، بس الصح بقى انك تتحجبي مع اخلاقك التمام دي، وكده يبقى 100% محجبة واخلاق عالية. اما حتة ان مش مهم الحجاب طالما بتعملي خير كتير، اسمحيلي يعني في اللفظ، انت غلطانة، واننا مش احنا اللي نحدد ايه المهم وايه اللي مش مهم. الحجاب فرض ربنا يبقى لازم، والخير الكتير حاجة عظيمة اعمليها مع الحجاب علشان عدد حسناتك ما يوقفش عد. انا عارف ان انت اكيد بتحب تكوني فاشن وشيك، بس بفكرك بحاجة، ان ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. اصبري على حجابك واصبري على رغبتك في انك تكوني فاشن وشيك، وتمسكي بكنز حسناتك، اوعي تضيعيه علشان شوية حر هيعدوا وهتدخلي الجنة، وهناك مش هتلاقي اي حر ابدا. الدنيا كلها كام يوم وهتدخلي الجنة، وهناك هتبقي ملكة جمال ما كانش في منها اصلا في الدنيا دي كلها. حيث بقى وصلت لحد هنا، يبقى تقومي كده تجهزي حجابك وتظبطيه عشان تبدأي اول خطوة في الطريق اللي اوله هنا واخره هناك في الجنة. رسائل